السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذا الخبر الجديد. أولا ندعوكم الضغط على زر المشاركة ليصل إليكم كل جديد، والإعجاب إن أعجبكم الفيديو. وهبي: المحاماة بحاجة إلى الدعم والتأطير. أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي اليوم الخميس أن مهنة المحاماة في حاجة إلى الدعم والتأطير دون المساس باستقلاليتها. وأعرب وهبي الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية لندوة نظمها الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين وقطاع المحامين الاتحاديين عن تفاؤله بشأن التوصل إلى تفاهم مع النقباء بخصوص قانون مهنة المحاماة الجديد، ننقذ بها المهنة المحاماة ونقوي منها خلالها الجانب المحاسبة. ورحب وزير العدل في هذا الإطار بالنقاش الدائر بشأن مسودة القانون ذات الصلة التي أعادتها الوزارة، والتي تسعى إلى أن تصبح مهنة المحاماة قوة فكرية وأخلاقية قوية داخل المجتمع، معتبرا أن الأوضاع التي آلت إليها المهنة المحاماة ليست مسؤولية النقباء والمحامين بقدر ما هي مسؤولية المحيط الذي يؤثر على الممارسة هذه المهنة. وأبرز الوزير خلال هذه الندوة التي نظمت تحت شعار من أجل إطار قانوني حداثي للمهنة المحاماة أن مسودة القانون هذه تطمح إلى أن يكون عمل المحامي فيه نوع من التعاون على مستوى المحلي والوطني والدولي.